10 حاجات ما ينفعش تفوتوهم لما تروحوا نيبال. يلا بينا. اهلا يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده هنتكلم على اكتر 10 حاجات ما ينفعش تفوتوهم لما تروحوا نيبال. اول حاجه بجد ما ينفعش تفوتوها هناك هي الجنجل سفاري. علشان تعملوا سفاري في نيبال لازم تروحوا مدينه اسمها تشيتوان، والسفاري يا جماعه هناك بجد رهيبه. يوم السفاري مقسوم لحاجات كتير جدا بتتعمل في يوم واحد. اول حاجه بنصحى بدري ناخد الفطار بتاعنا، وبعد كده بننطلق على اول حاجه وهي حاجه اسمها كانوينج، وهي اللي احنا بناخد زي مركب خشب طويله كده، والمركب الخشب دي بتبقى معموله من شجره واحده بس. المهم يعني بناخد المركب دي وبنفضل في النهر حوالي 45 دقيقه او ساعه، وبنقعد بقى نتفرج على انواع طيور مختلفه جدا وقرود قاعده بتتعلق في الشجر، واهم حاجه التماسيح اللي بتكون بتعوم معانا في الميه، وفي من التماسيح دي انواع اكله للحوم. بعد بقى ما بنخلص فقره الكانوينج دي بنخش بقى في المرحله اللي بعدها وهي الجنجل ووك او المشي في الغابه المفتوح. وبيبقى معانا دليل وبنبدا ان احنا نتمشى في الغابه في طريق هم عارفينه بالظبط، وبنقعد بقى واحنا بنتمشى نحاول نتمشى بالراحه من غير ما نتكلم خالص، ونقعد ندور على حيوانات. في منها بقى بيبقى غزلان، وساعات ممكن لو احنا محظوظين بقى نشوف نمور مثلا، وبنشوف جواميس وحشيه وانواع كتيره قوي للحيوانات والحشرات وكمان النباتات. فالجنجل ووك بتبقى ممتعه قوي وبيبقى الوقت بتاعها تقريبا ساعه. بنفضل ماشيين ورا الدليل وبنبقى ساكتين خالص وما بنعملش اي صوت علشان ما نخوفش الحيوان. بعد كده بعد ما بنخلص الجنجل ووك بنرجع ناخد الغدا بتاعنا، وبعد كده بننطلق بقى على الجيب جنجل سفاري. بناخد بقى عربيات 4x4 وبتدخلنا وسط الغابات، وبنفضل بقى ماشيين بالعربيات دي مع الدليل بتاعنا وبنحاول نلقط الحيوانات واحنا بنتمشى. الحيوانات بقى اللي ممكن نشوفها في الجيب سفاري دي ايه؟ وحيد القرن الاسيوي، الدب الكسول، انواع غزلان كتيره جدا، قرود، نمور، ممكن كمان لو احنا محظوظين قوي نشوف فهد، غير بقى طبعا انواع الحشرات الكتيره اللي نقدر نشوفها وكل الكلام. حاجه كمان نسيت اقولها لكم، ان كمان في الجنجل ووك او المشي في الغابات المفتوحه ممكن بسهوله قوي، او لو احنا محظوظين شويه يعني مش قوي، نشوف وحيد القرن. واول جنجل ووك اعملها في نيبال شفت 3 وحيد القرن وانا بتمشى. الصراحه كان منظر وهمي ومش طبيعي، ودي كانت اول حاجه ما ينفعش تفوتوها في نيبال. تاني حاجه هي ان انتوا تعملوا البانجي جامبينج. ناس كتيره قوي بتروح نيبال ومثلا جنوب افريقيا علشان يعملوا بانجي جامب، واللي مش عارف ايه البانجي جامبينج ده هو ان احنا بننط من على مرتفع وبنبقى مربوطين ساعات من وسطنا وساعات من رجلينا بزي استك. والمميز في نيبال وجنوب افريقيا في البانجي جامبينج ان السعر بتاعها حلو، فده اللي بيميز مثلا نيبال وجنوب افريقيا في الحته دي، ان السعر رخيص وبتعملوا نفس الاكتيفيتي وبتكون حلوه جدا. ثالث حاجه، اول لما تنزلوا في نيبال هتنزلوا في العاصمه كاتماندو مدينه المعابد، ودي ثالث حاجه مهم جدا ان انتوا تعملوها وتجربوها في نيبال. لما تكونوا في كاتماندو هيبقى في معابد كتيره قوي تقدروا تروحوها هناك، فما فيش اي مانع ان احنا نروح ونتفرج على المعابد دي ونشوف الثقافات المختلفه ونتفرج على شكل المباني والمعابد بتاعتهم. وده مش عشان هم بيعبدوا القرود او حاجه، ده علشان المعبد ده فيه قرود كتيره جدا. اهم حاجه وانتوا هناك تخلوا بالكم من حاجاتكم عشان القرود بجد حراميه. المعابد في نيبال مميزه جدا علشان المعمار بتاعها حتى مختلف، مش هتلاقوا نفس اشكال المعابد دي في اي حته تانية في اسيا، ولا الهند وتايلاند ولا بنجلاديش ولا اي حته تانية في اسيا، هي نيبال وبس. ونيبال كمان مشهوره جدا بان في اديان كتيره قوي عايشه مع بعض وعايشين في سلام وامان، فممكن تلاقي عادي جدا معبد هندوسي وفي كمان جزء جوه المعبد بوذي. فدي من الحاجات اللي مشهوره ومش موجوده في اي حته غير في نيبال. نخش بقى في رابع حاجه في الفيديو ده وهي الرافتنج. في حتت كتيره قوي في نيبال تقدروا تعملوا فيها رافتنج، واللي مش عارف يعني ايه رافتنج، ان احنا بناخد زي بوت مطاط كده وبنبقى فيه حوالي تقريبا من 8 ل 12 بني ادم، وبنقعد نجدف واحنا ماشيين مع الطيار بتاعنا. وفي اماكن كتيره قوي يتعمل فيها ده في نيبال، بس من الاماكن الحلوه اللي ممكن تعملوا فيها كده هناك هو نهر تروشيلي. نخش بقى في خامس حاجه ما ينفعش تفوتوها في نيبال وهي الباراجلايدنج. وبرده اللي مش عارف هو ايه الباراجلايدنج ده، الباراجلايدنج ده هو ان احنا بننط من فوق مرتفع بباراشوت، بس ما تخافوش مش بننط لوحدنا، بيبقى معانا بايلوت تاني هو اللي بيبقى ورانا وبيبقى متحكم في الباراشوت. والصراحه الباراجلايدنج حلوه قوي في نيبال، وكمان سعره معقول جدا بالنسبه للباراجلايدنج في حتت كتيره قوي. نطه الباراجلايدنج بتبقى فوق جبل في مدينه اسمها بوكرا في نيبال، والمدينه دي هي مدينه البحيرات. وبعد ما بننط من فوق الجبل ده بنبقى طايرين على بحيره وبنبقى شايفين مدينه بوكرا
بوكرا كلها من فوق، والمدينة بقى كلها خضار ومناظر، فالمنظر من فوق بيبقى مش طبيعي. سادس حاجة وحرفيا دي اهم حاجة في نيبال، يعني سادس حاجة دي لو فعلا انتوا مش هتعملوها في نيبال ما اظنش ان هيكون في فايدة قوي ان انتوا تروحوا هناك، وهي التراكينج او تسلق الجبال. نيبال بيتقال عليها سقف العالم، وده لانها فيها جبال كتيرة جدا فوق ال 8000 متر، ومن ضمنهم طبعا اعلى جبل في العالم وهو جبل ايفرست، هو بارت من الهيمالايان رينج. في 14 قمة في العالم فوق ال 8000 متر، لوحدها فيها حوالي 8 او 9 منهم. فثقافة تسلق الجبال فعلا حاجة كبيرة قوي 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 في نيبال. كل الناس اللي عايزة تعمل تراكينج في العالم وعايزة تعمل تراكينج على مناظر وهمية مش طبيعية، اللي هو طبعا في الهيمالايا ومفيش زيها في الدنيا كلها، بينطلقوا على نيبال. فلو انتم مش ناويين تتسلقوا جبال هناك وتعملوا اكتيفيتي زي دي، ما انصحكمش خالص ان انتوا تروحوا هناك. لو عايزين تعملوا تريك سهلة او خفيفة او تاخد يوم واحد، ممكن تعملوا تريك اسمها أستراليان بيس كامب. ولو عايزين حاجة طويلة شوية مثلا 3 ايام، ممكن تعملوا تريكاية زي بون هيلز. لو عايزين حاجة طويلة مثلا لمدة اسبوع او 10 ايام، ممكن تعملوا انابورنا بيس سيركت. ولو عايزين بقى حاجة اكستريم وحلوة جدا، ممكن تعملوا ايفرست بيس كامب، ودي بتاخد 14 يوم وبيبقى الارتفاع بتاعها 5300 متر تقريبا. سابع حاجة ما ينفعش تفوتوها في نيبال هي الستريت فود او اكل الشارع بتاع نيبال. الكوزين او المطبخ بتاع نيبال حقيقي مطبخ ريتش جدا جدا جدا، لان نيبال اصلا واقعة في النص ما بين الهند وما بين الصين وحتة من تبت، فلك ان تتخيل ميكس في المطبخ عامل. الصراحة ممكن انواع الاكل اللي هناك ما تبقاش على هوا كل الناس، بس لو انتوا بتحبوا الاكل الصيني ولو بتحبوا الاكل الهندي هتتبسطوا جدا في نيبال. الوجبة الشعبية بتاعت نيبال اسمها دالبا، دي طبعا لما تروحوا ما ينفعش تفوتوا ان انتوا تجربوها. وعندنا اكلات كتيرة قوي في الشارع زي الموموز والبوري باني وحاجات تانية كتيرة. لو عايزين تتفرجوا على الفيديو بتاعي اللي انا عامله عن اكل الشارع، فيديو طويل جدا في اكل الشارع كتير قوي، ممكن تشوفوا الفيديو من فوق هنا. تامن حاجة ما ينفعش تفوتوها في نيبال مدينة بوكرا او مدينة البحيرات. الحلو في نيبال ان انتوا لما تروحوا هناك هتلاقوا ان كل مدينة مختلفة خالص عن المدينة اللي انتوا كنتوا فيها قبل كده. المميز في مدينة بوكرا ان هي مدينة تحسها متحضرة شوية، فيها خضار من كل ناحية، وغير كده البحيرة بتاعت بوكرا مخلية المدينة دي بجد جميلة قوي. المدينة نفسها حلوة قوي، الممشى بتاعها جميل، والمدينة الطابع بتاعها فعلا هادي، هتستمتعوا جدا هناك. وطبعا مدينة بوكرا بيبدأ منها اكتيفيتيز كتيرة قوي زي البانجي جامبينج والباراجلايدنج، وكمان معظم الناس اللي بتبقى رايحة تعمل تراكينج بتبدأ من بوكرا. تاسع حاجة ما ينفعش تفوتوها في نيبال هي مكان اسمه بيس باجودا، والمكان ده موجود في بوكرا. المكان ده الصراحة مش حاجة كبيرة قوي او حاجة هتنبهروا بيها. انا رحت بيس باجودا مرتين، هقول لكم على المرة اللي فعلا استمتعت بيها جدا وانا رايح بيس باجودا علشان تعملوا زيها. هتطلعوا على الليك بتاعة بوكر، وبعد كده هتاخدوا مركب من هناك وان واي بس، وتنطلقوا على الناحية التانية وتقولوا للراجل بتاع المركب ان هو ينزلكم عند المطلع بتاع التسلق بتاع بيس باجودا. هتنزلوا من المركب وبعد كده هتبدأوا تتسلقوا حوالي ساعة الا ربع لحد ما توصلوا بيس باجودا. بيس باجودا ده زي معبد، بس المفروض ان هو مختلف شوية. المكان ده ما ينفعش نتكلم خالص، وبيبقى فيه زي حراس هناك، واي حد بيتكلم بيقعدوا يعملوا له زي كده بالظبط. فالمكان ده مكان جميل قوي ان احنا نستمتع بالهدوء. والحلو في المكان ان هو على ارتفاع كمان، فبنبقى شايفين المدينة كلها من فوق. هتبقوا طالعين مفرهدين شوية من الهايك اللي انتوا لسه عاملين، هي هايك بسيطة يعني مش حاجة كبيرة، بس هتبقوا طالعين مفرهدين. فهتطلعوا فوق وبعد كده هتخشوا، ممكن تقعدوا تريحوا فوق شوية، وممكن تغمضوا عينيك وتستمتعوا بالهواء والسكون لمدة 5 دقايق. حقيقي هتستمتعوا بالاكسبيرينس نفسها لو عملتوها بالطريقة. علشان كده قررت ان انا احط بيس باجودا من التوب 10 حاجات اللي تعملوها في نيبال لو هتعملوها بالطريقة دي. 10 حاجة واخر حاجة، وانا عارف ان دي هتكون مفاجأة، وهي الشاي النيبالي او شاي المصالة. الشاي النيبالي الصراحة عجبني جدا، وتحديدا الشاي المصالة. انا جربت الشاي المصالة في الهند وما عجبنيش خالص، بس لما جربته في نيبال الصراحة كان رهيب. هقول لكم على واحد في كاتماندو تشربوا من عنده احلى شاي مصالة هتشربوه في حياتكم. المكان ده اسمه ماماز تي شوب، لو كتبتم كده على جوجل مابس وانتوا هناك هيطلع لكم على طول. المكان موجود قريب جدا من كاتماندو ديربر سكوير. المكان ده بيعمل شاي رهيب، وسعر الشاي فيه بتاع 3 جنيه ونص ولا 4 جنيه، اللي هو سعر اصلا ما بقاش موجود في مصر. وبس كده، دول كانوا 10 حاجات ما ينفعش تفوتوهم لما تكونوا في نيبال. يا رب الفيديو كان يكون مفيد بالنسبه لكم، واشوفكم يوم السبت اللي جاي الساعه 2، وانتل ذن باي باي.